يلا يلا. السلام عليكم. يلا يا زلمه يلا بتسلموا يقول عز من قائل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ونذكر في هذا المقام ونعطر هذا المجلس بذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه العجالة أذكر لكم موقفا جللا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سيدنا أنس: بينما كنا يوما جلوسا عند رسول الله إذ رأيناه ضحك حتى بدت نواجذه، فقلنا: يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: اثنان أو رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة، مشهد من مشاهد يوم القيامة، جثيا على الركب، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي التي ظلمني إياها في الدنيا. فقال الله عز وجل للظالم: أعط أخاك مظلمته. فقال ذاك الظالم: يا رب لم يبق عندي من حسناتي شيء حتى أعطيه. فقال المظلوم: يا رب فليحمل من سيئاتي. وفي هذه اللحظة بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله تبارك وتعالى للمظلوم: انظر في الأفق، انظر لترى. فنظر فإذا قصور وجنان من ذهب ولؤلؤ، مشاهد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. قال: يا رب لمن هذا؟ لأي صديق، لأي شهيد، لأي ولي من أولياء الله؟ قال: الله هو لك أيها المظلوم. قال: يا رب بما وأنا في الدنيا لم أعمل ما يؤهلني إلى أصل هذه المرتبة؟ قال: هو لك بعفوك عن أخيك. بكى رسول الله ثم قال: فاتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. في هذا اليوم الأغر المبارك نفتتح ونقول أننا يكفي هذا اليوم شرفا أنه اليوم 20/11 عام 1935 ذكرى استشهاد عز الدين القسامي المجاهد ضد الاحتلال البريطاني. جاء من سوريا من اللاذقية ليقاتل على أرض فلسطين الاحتلال البريطاني. ونحن اليوم ما زلنا على هذا الدرب نقدم الشهداء. هذه الأرض معطرة مضمخة بعطر الشهداء والأسرى والجرحى إلى يوم الدين، وهذا شرف أن نكون ونلقى الله عز وجل على هذا الطريق. لأجل ذلك ما أجمل أن نتصافح، أن يكون تناقضنا الرئيسي مع الاحتلال يؤلمنا، نقر من أعماق قلوبنا بالخطأ الذي حصل. الشيطان إخوة يوسف من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لا أقول هذه المقدمة وهذه الموعظة وهذه الكلمة لنتملص من الحق الذي علينا. جئناكم معترفين مقرين. لست أنا صاحب هذا الكلام، لكن أحببت أن أفتتح الجلسة بهذه الكلمات عسى أن يكون لها في قلوبنا جميعا موقعا. وأترك الكلمة لأهل الحق وأهل الاختصاص، أخونا الأستاذ الكبير أبو أشرف. كمل يلا يا سيدي الله يمسيكم بالخير. احنا طبعا يوم يعني جاي على بيتنا وعلى اهلنا وعلى مخيمنا، مخيم عايده مخيم الجيش، اخوه سابقا وحاضرا ومستقبلا ان شاء الله. فجايين بهذه الجاهه الكريمه عامه وهذه المالحه خاصه لبيت شهيد، بيت الكرم، بيت الجود. هذه العائله الكبيره برجالها، الكبيره بكرمها، الكبيره باخلاقها، الكبيره بوطنيتها. فجئناكم مثل ما تفضل اخوي بلال معتذرين عما حدث، والصلح سيد الاحكام، وحياكم الله في اللي بدكم اياه. حياك الله. واحنا لامسين فيكم خير، وهذه الوجوه الطيبه اللي قدامنا عزوتنا واهلنا، ولو مشكله مع غيرنا برضه كنتوا معنا انتم، وكلنا اهل واحد، عائله واحده وشعب واحد ومخيم واحد. وحياكم الله يا سيدي. الله يحييك. اهلا وسهلا. اهلا ابو عصام. باسم الحضور الكريم
باسم إخوتي وأهلي من شخصيات وأعيان ومسؤولي عشائر ورجال مؤسسات ومواطنين لاجئين محترمين ما زالوا ينتظرون يوما حلموا به كثيرا. أرحب بكم بالجاهة المحترمة، بالجاهة الوافدة إلينا من مخيم عايدة، توأم الدهيشة في السياسة والرياضة والمعاناة والمقاومة والصمود، وكذلك التوأم الآخر لمخيم عايدة، أهلنا في مخيم العزة، وبجميع أهالي وأفراد المحافظة الذين شرفونا بمثل هذا اليوم. اسمحوا لي أن أطيل قليلا لأقول لكم أن الانتفاضة أو الهبة سموها ما شئتم ليست حجرا أو سكينا أو مقلاعا أو رصاصة، إنها وقبل كل شيء محاولة للتغيير، منهج للتفكير. فإذا ما رأينا السكين ما علق من مشاكل في ظروف ماضية، وأن يتوجوا هذه الانتفاضة بمصالحات رغم كل ما علق بين الناس من قضايا. إنني أهدي هذه المصالحة إلى أطفال مخيم عايدة ومؤسساتها وأجيالها، تلك المخيم الذي أراد له قدر اللجوء أن يكون أيضا محطة أخرى في الجغرافيا لقنابل الصوت وقنابل الغاز والرصاص المطاطي والرصاص الحي، وكذلك مخيم العزة. إنني لا أريد أن أسجل لنفسي موقفا، فقد كبرت عن تسجيل المواقف، لكني باسم مخيم الدهيشة، وأنتم قلتم في حديثكم أنكم جئتم إلى أخي ورفيقي أبي عماد، أقول لكم لا، أنتم جئتم إلى قلب مخيم الدهيشة، ولولا بعض الظروف الاجتماعية التي منعتنا من استعمال القاعات لكان بيتنا واجتماعنا هنا في قاعاتنا وفي مؤسساتنا التي تعكس وحدتنا وقوتنا. إنني أهدي هذه المصالحة إلى كل شهداء شعبنا، إلى الشهيد ابن عايدة الطفل الذي سقط قبل أسابيع، وإلى الشهيد معتز الزواهرة الذي سقط مع إطلالة هذه الانتفاضة. لا حقوق بين الناس بعد اليوم، هكذا ارفعوا شعاراتكم، هكذا قولوا للناس. لا حقوق بين أهالي المخيمات. نعم هناك أضرار وهناك مستلزمات، وهذه كلها مقدور عليها ومشروعة، لكن دعونا نغير قليلا من أن نذهب الناس إلى أصحاب الأموال
ليأتوا بعشرات الآلاف من الدنانير. أليس في هذا مذلة وامتحانا لهم؟ ونبدأ بالتنازل ثم التنازل ثم التنازل. أليس جمع مبلغ 50,000 دينار أو 30,000 دينار اليوم أو 100,000 دينار كما في بعض القضايا أليس مهانة ومذلة لأهالي الناس المحتاجين الذين يذهبون لتجميع هذا المبلغ؟ إننا نريد يا شيخنا الفاضل، يا إخوتنا الأعزاء، يا نوابنا، يا أعياننا، يا رجال الإصلاح عنا، يا أطفالنا، يا شبابنا، أن نسن سنة جديدة. لا حقوق بين الناس منذ العالم وصاعدا. هكذا نريد أن نسجل، وهكذا نقول للآخرين أننا غيرنا شيئا مكتسبا، شيئا قديما، شيئا عشائريا، شيئا موروثا، سموه كما تريدون، لكن نريد أن نغير. أهلا ومرحبا بكم في هذا الجمع الفاضل. أهلا بالمودة الجديدة والعلاقة الجديدة والمصافحة الجديدة بين أهلنا في المالحة الكوار وأهلنا في عتوف، وعلى رأسهم أخي وصديقي أبو عماد وابنه عماد. حقوقنا بقدومكم وصلت إلينا. وتنازل عماد ووالده أبو عماد عن كافة الحقوق العشائرية والقانونية إكراما لهذه الجاهة الكريمة. فاشربوا قهوتكم وادخلوها إن شئتم آمنين، وأهلا ومرحبا بالجميع. يكرف على الجميع. يسلم لسانك يا الله. أبو خليل، يا عم أبو خليل تعال يا عماد. أخرى مرة يا سيدي. يا إخوان كلمة إن شاء الله، كلمة إن شاء الله في ختام. يا شيخ محمود والله ما في وسع. كلمة إن شاء الله في ختام هذا، مش من أجل حب الكلام ولكن من أجل الثناء على هذا الموقف الرائع اللي احنا بحاجة إليه حقيقة في جميع مناحي حياتنا. سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل عليه وفد الشاعر زهير بن أبي سلمى قال لهم: من شاعركم؟ قالوا: زهير بن أبي سلمى. قال: كم أعطيتموه على المدح؟ قالوا: أعطيناه 3000 دينار على المدح. فقال سيدنا عمر بن الخطاب كلمة رائعة لا تزال إلى يوم القيامة، قال: لقد ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم. أنتم أعطيتم موقفا، والموقف سيسجل لكم في الدنيا وسيسجل لكم يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى درجات ودرجات. مصداق ذلك لما سيدنا عثمان بن عفان احتاجه المسلمون في غزوة العسرة فقدم 100
100 بعير ثم 100 بعير ثم 100 بعير. قال الحبيب محمد بعدها نافضا يديه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، بمعنى أن هذا الموقف لا صلاة ولا صيام ولا غيرها يمكن أن تقاس بمواقف من هذا النوع. نشكركم إخوتنا الشهيد، نشكر مخيم التيشة، نشكر الجميع شكرا جزيلا على هذا الموقف، ونسأل الله العلي العظيم أن يحذو الناس بحذو هذه المواقف ويتخلصوا من حظوظ النفس. شكرا لكم أشد الشكر وبارك الله فيكم. خفف علينا خفف علينا يا ابو خليل. مش من برا الخطابة يا سيدي لكن نعم أنا بسجل يعني شكر واحترام لكل الجهود اللي وظفت من أجل بلوغنا هذا المقام وهذا اللقاء الطيب الدافئ العائلي الأصيل. وما حدش فينا كان بتمنى يحصل هذا اللقاء ولا يقع هذا الشر اللي كان في حيله ولا يطول كل هذا الزمن. العبرة بكرة أهم من امبارح. والمصالحة يا شيخ ما بنقول لكم تعالوا صالحوا دخيل فنوها بعدين بقول بس بعرف يا السلام عليكم. السلام عليكم. ابو بجوز هيك السيارات البيات والله شو احنا ضلينا في هالمخيمات اللز 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 فصار الشارع يا سبعي تشعب الغاية أنا عربي شوف أنا بنحكي على نفس بس مجدي خلص بعد ولا كل ما بقدر يجوا يلا تعالوا طريق